دراسة ماشي حاجة صعيبة، خاص انت تبغيها باش تقدر ديرها. مرحبا، معكم ميران من قناة ميرا كيدز، تلميذة سنة ثالثة متوسط، متشرفة بمعرفتكم. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير كامله. نتوما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم فيديو ممتع جدا. اليوم فيديو يخص الدراسة، الجانب الدراسي. قررت نمد لكم نصائح وتحتاجوها بزاف باش تتحصلوا على معدل اكبر من اللي راكم دايرينه نتوما وتطوروا من نفسكم. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله. ويلا نبداو الفيديو. راح نقسموا هذا الفيديو الى مجموعتين. المجموعه الاولى اهميه الدراسه وتنظيم الوقت، اما المجموعه الثانيه فهي عباره عن نصائح. اول مجموعه، علاش الدراسه مهمه؟ الدراسه ماشي غير باش ننجحوا في الامتحان، الدراسه تبين لك المستقبل تاعك وتعلمك كيفاش تفكر وتخليك تعتمد على روحك انت. ثانيا، كيفاش تنظم وقتي. اهم حاجه هي تنظيم الوقت. نديروا برنامج صغير للقرايه ووقت للراحه ووقت للهاتف، وهذا الوقت ما يكونش تاع الهاتف، ما يكونش بزاف، خلي تاع القرايه يكون اكثر من وقت الهاتف. وقت الراحه مثلا ربع ساعه على حسب، تكون من ربع ساعه الى نصف ساعه. وقت الملل والتعب هذا قاع نمر به، نكونوا نقراو في امان ربي، عاود نذكره دروحنا. كاين ايام نحسوا بالملل وما نبغيوش نزيدو نقراو، وهذا عادي يصرالنا كاع. المهم ما نحبسوش القرايه، شويه شويه خطوه بخطوه هانا دينا المعدل. هذه نصيحه مع المجموعه الاولى. ما تقارنش روحك بالاخرين. شاما كنت انت، كنت لتحت كنت لفوق، تقارنش روحك بالاخرين. كل واحد والطريقه تاعه. امن بروحك واجتهد والنتيجه تجي باذن الله. ندخلوا في المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه عباره عن نصائح للدراسه. اول نصيحه، ما تخليش القرايه تتراكم كل نهار شويه، خير من نهار واحد بزاف. يعني الاسبوع قسمه، الاحد دير ماده، الاثنين ماده، الثلاثاء ماده وهي ماشيه، والجمعه والسبت دير مراجعه او تمارين شامله. النصيحه الثانيه، الهاتف اكبر عدو للقرايه. دي نهار اللي تجي تقراي، في الوقت اللي تجي تقراي ديريه صامت ولا خليه بعيد عليك، قول خوتك يديوه ولا ماماك تديه، ما تخليش قدامك. النصيحه الثالثه، كاين اللي يقراو مليح الصباح وكاين اللي يبغيو الليل، كل واحد والوقت المناسب تاعه. انت اختاري الوقت اللي تركزي فيه اكثر واللي يناسبك. هذه جد فعاله. هذه كانت قرايتي في وقت ماكش باغي تقراي مستحيل تركزي. النصيحه الرابعه، فهمي الدرس مليح وبعدها عاد حفظي يولي سهل بزاف. يعني في الحفيظه تكوني سهله. وثانيك نتمنى تفهمي، ماشي تجي للدار وتفهمي، ممكن بس فهمي في القسم عند الاستاذ عندما يشرح، ركزي معاه، ما تلاهي حتى بحاجه، خلي صوالحك بعيد، جيبي ورقه وستيلو، واي حاجه ما غاديش زعما نكتبوها في كراس كتبيها انت، يعني ملاحظه او شيء كهذا. ما قديتيش تركزي، كان بزاف التشويش ولا انتي ما كنتيش تركزي في القسم، روحي للدار، جيبي تليفونك، اللابتوب تاعك، الحاسوب ولا اي حاجه عندك، ديري الدرس الفلاني اللي ما كنتيش فهمته، عاودي ديري الاستاذ الفلاني اللي يناسبك وفهمي عنده. ديري الدرس ورقه وستيلو وديري كي تكملي تفهمي الدرس، ديري تمارين، وماذا بيك تكوني في شمبره بوحدك. خامس نصيحه، اذا كنتي منرفيه شويه ولا عيانه، خدي بريك صغير، يعني وقت للراحه، ورجعي للقرايه. كوني الاز كما نقولوا حنايا، كي تكوني مريحه روحي وقري بيرفكت. سادس معلومه او سادس نصيحه،
مراجعة خفيفة قبل النوم تعاونك يعني تثبتي المعلومات كي تراجعي قبل النوم. ما تكوني هكا في سداريك راقدة بقيت تسترجعي المعلومات اللي حفظتيها أو المعلومات اللي قريتيها، ومراجعة خفيفة هكا نضرب في الكراس وتكوني غدوة الصباح يكونوا راسخين معلومات في راسك. سابع نصيحة، كي تكملي حاجة فرحي بروحك حتى ولو كانت صغيرة. حليتي تمرين قولي الحمد لله انا اللي حليت، قديت نحل هذا التمرين، فرحي شحال ما قديت. هاد الانرجي تزيد فيك النص. اخر حاجة، اخر نصيحة وهي اهم نصيحة بالنسبة لي انا، هاد النصيحة وتصير معي في الحياة الواقعية، وهم الاصدقاء لا نذكر اسمهم، أصدقاء خلينا نقول منافقين أو أصدقاء السوء. كاين حاجة بزاف الناس يعانوا منها وما يحبوش يهضروا فيها، ما يبغوش يهضروا فيها، وهي الأصدقاء المنافقين وأصدقاء السوء. كاين ناس يبانوا لك صحاباتك يضحكوا معاك يهضروا معاك مليح عادي، بصح من الداخل ماشي كيما يبان قدامك، حاجة ورا ظهرك حاجة أخرى. هذا النفاق، يسموه النفاق. قدامك نورمال تضحك معاك تهدر معاك، جات ورا ظهرك فيك كل شيء تقولها لك. هذا الصديق المنافق دائما يحسك مليح زعما في وجهك، بصح يفرح كي تطيح، يفرح ويغيضو كي تنشي، تجيهم حاجة في قلبهم علاش هذا نجح وانا ما نجحتش، وكان قاع نجح وانت ديتي معدل اكبر منه ما يبغيوش. اصدقاء السوء ما يجروكش للخير ابدا ومستحيل، يضحكوا على القرايه ويستهزئوا بالطموح نتاعك ويخليوك ديري حوايج ما تمثلكش انتيا شخصيا. مش كل شخص يضحك زعما معاك هو صديق بالنسبه ليك، ومش كل شخص بقى هو اللي يستاهل. شي كاع الاشخاص ملاح، كاين واحد ما نش نقولوا بصفه عامه كاع الاشخاص مش ملاح، ولكن كاين اشخاص ملاح فئه ممتازه وفئه انتيا لازم تختاري هذه الفئه حذري ثم حذري. وفي النصيحة المختصرة لكاع عن الأصدقاء، اختاري راحتك النفسية على أي صداقة تكسرك. ماشي كل واحد ضحك معاك يستاهل يبقى في حياتك. هذه هي اللي بغيت المعلومة اللي بغيت نوصلها لكم. اختاروا الأصدقاء اللي ملاح وعفكم من الأصدقاء السوء. نسيتو راكم مغبونين مع هذا الصديق صاي ايفيتي، بقيت بعدي منه بشويه صاي خرج من حياتك. هذه هي كانت النصيحة بالنسبة للأصدقاء. وفي الأخير الدراسة طريق والصحبة اختيار، اختاري اللي يرفعك ماشي يكسرك، وربي يوفق كل واحد نيته صافية. هذا هو موضوع اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا قدر المستطاع. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وما تنساوش تشاركوني آراءكم تلاقوا، لأن بعض الأصدقاء يتابعوني في القناة وشكر لكم. أعرف طبعا أنني عارفة شكرا يتابعني، فمنهم من يدرس معي في المدرسة في الليكول. ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. باي.